أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل. تحولت المملكة في السنوات القليلة الماضية إلى مقصد لعشاق الرياضات العالمية ووجهة لإقامة كبرى المسابقات في مختلف الألعاب الرياضية، في ظل ما يجده قطاع الرياضة من دعم منقطع النظير في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. فأصبح حلم الأمس واقعا اليوم وأمام أنظار العالم، وستكون جماهير المستديرة على موعد لمشاهدة مباراة مميزة عندما يواجه نجوم نادي النصر والهلال فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعة 8 مساء على استاد الملك فهد الدولي بالرياض بمدينة الرياض. وتتجه أنظار محبي كرة القدم صوب مدينة الرياض لمشاهدة المستطيل الأخضر، وهو يحتضن أفضل اللاعبين لكرة القدم في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي. وتتسابق أكثر من 2,000,000 مشجع ينتمون لأكثر من 170 دولة للحصول على تذاكر حضور المباراة، وهذا خير برهان لنجاح مثل هذه الاستضافات. للحديث حول هذا الموضوع مستمعي الكرام، مواجهة نجوم النصر والهلال بقيادة رونالدو وميسي ورفاقه، يسعدنا أن ينضم معنا الإعلامي الكاتب والناقد الرياضي الزميل حمدان الغامدي. زميل حمدان، مرحبا. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ خالد، مساء الخير على الزملاء في الاستديو معك وعلى السادة المستمعين الكرام. حياك الله أستاذ حمدان. المملكة أصبحت وجهة لإقامة كبرى المسابقات في مختلف الألعاب الرياضية. تواصل المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الترفيه هذه اللحظات الجميلة وهذا الاستنفار الكبير في التنظيم الرياضي، وجعل المملكة العربية السعودية أكثر وهجا وإطلالة على العالم من خلال تنظيم واستقطاب نجوم العالم واستضافة مثل هذه اللقاءات والكرنفالات الرياضية الكبيرة. اليوم احنا نتكلم عن بادرة أو مبادرة قامت بها هيئة الترفيه في جمع نجوم الهلال والنصر في لحمة، في رسالة أكثر من رائعة: عملية التلاحم، عملية أن الرياضة تنافسية، أن الرياضة تكاملية، نبذ حتى التعصب والمشاحنات التي تحدث سواء إعلاميا أو جماهيريا، وتخفيف حدة الضغط، وجعل المملكة العربية السعودية تتبنى مثل هذه المبادرات بين الأقطاب الرياضية وبين الأقطاب الجماهيرية وحتى الإعلامية. اليوم لما يتقابل كريستيانو رونالدو مع نجوم الهلال والنصر في إطلالة أولى لكريستيانو رونالدو في هذا المحفل الكبير، في هذه الإطلالة الجميلة، أعتقد أنه أيضا يقابلها في المقابل باريس سان جيرمان بقيادة ميسي. ولا ننسى أنهم طوال أكثر من 16 عام يتنافسون في الدوري الأسباني، وكانت العلاقة بينهم وطيدة، وكنا نشاهد أيضا لما يجتمعون في مسابقة أفضل لاعب في العالم كيف كل لاعب منهم يثني على الآخر. اليوم لما يتقابلون في المملكة العربية السعودية وتمكين تحسين جودة الحياة لدينا في المجتمع السعودي من خلال استقطاب هؤلاء النجوم، استقطاب هذه المباريات، وبالتالي أعتقد كرنفال رائع جدا لموسم الرياض. وفقت هيئة الترفيه في هذا المهرجان، وإن شاء الله مباراة ممتعة للشارع السعودي والخليجي والعربي. زميل حمدان، خلال تقريبا أسبوع شهدت المملكة حضور 6 من أفضل الأندية الأوروبية الأربعة الأسبان الذين لعبوا كأس السوبر الأسباني الأسبوع الماضي، وغدا بإذن الله أو عفوا الليلة بإذن الله تقام مباراة AC ميلان والأنتر. أضف إلى ذلك كريستيانو رونالدو وميسي. كيف ترى هذا التجمع الغير مسبوق خلال أسبوع في تظاهرة ليست بالتظاهرة الكروية؟ نتكلم عن قمة البطولات سواء في أسبانيا اللي استقطبنا فيها ريال مدريد وبرشلونة، واليوم انتر ميلان وإيسي ميلان. نتكلم عن كأس السوبر اللي يعتبر القمة الأعلى في الدوري الإيطالي أو الدوري الأسباني. تتكلم عن بطل الدوري وبطل الكأس، بالتالي انت استقطبت 4 أندية عريقة، وإن شاء الله القائمة يعني مستمرة في استقطابات أيضا دول أخرى
من أمريكا، من اللاتينية، الشمالية، أوروبا، وحتى الآسيوية. أعتقد أنه هذا التسويق للمملكة العربية السعودية لم يأتي من فراغ، يدل على أنه المملكة العربية السعودية تخطو خطوات ثابتة وخطوات مدروسة وخطوات موزونة أن تستضيف وتستقطب مثل هذه الأسماء الكبيرة وهذه الأندية العريقة، أن يكون لديها رسالة سامية في عملية التنافس الرياضي. الحضور لهذه الأندية لدينا ليس بالسهل، ومن ثم المغادرة أيضا بانطباع أكثر من رائع من ناحية الاستقبال والتنظيم، من المطار إلى مقر الإقامة، إلى الملعب، والجولات التي تحدث خلال هذه الاستضافة على مدار 3 إلى 4 إلى 5 أيام، مثل السوبر الأسباني كان على مدار 5 أيام. معناته تتكلم عن وصول قبل المباراة وأيضا المغادرة من اليوم الثاني. أعتقد أنه السعودية أوفت بالوعود ولا زالت لديها الطموحات الكبيرة ممثلة في هيئة الترفيه بأن تقدم لنا مباريات واستقطابات على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الأندية، لهدف رئيسي ضمن رؤية 2030، وهو تحسين جودة الحياة للشارع والمجتمع السعودي والرياضي بشكل عام. زميل حمدان، خلينا نستخدم العبارة المشهورة أنه العرض أكثر من الطلب، أو أن الطلب أكثر من العرض. الآن نجد مباراة تقام في ملعب يتسع لتقريبا 65 ألف متفرج، لكن الإقبال على التذاكر تجاوز 2 مليون طلب. طبعا هذا الرقم اليوم نتكلم عن لغة الأرقام اللي هي التذاكر الرقمية. كون الموقع اليوم يأتيك بهذه الدخول لهذه المنصة ومن أجل الحصول على تذكرة المباراة يعطيك قيمة تسويقية أعلى، بأنه سيتم استقطاب الشركات الراعية التي تقوم بالإعلان على هذه المنصة. اليوم لما نكون شركة رائدة في المجال الرياضي أو المجال الرقمي أو سين من الشركات، وبالتالي أعرف أنه التذاكر 65، ولكن عندي علم أنه الإقبال سيكون إلى 2 مليون إلى 2 مليون ونصف. أنا كشركة أرغب في أني أدخل في هذا الموقع وأعمل له رعاية. فالأهداف يعني خلينا نقول ثلاثية الأبعاد، رباعية الأبعاد، هي تسويقية، هي استثمارية، هي ثورة ودورة اقتصادية قاعدة تدور من الجماهير ومن المنظومة الرياضية ومن الشارع الرياضي اللي معظمه الآن أكثر من 65 إلى 70% مجتمع شاب. وبالتالي مثل هذه البرامج الرياضية ومثل هذه الفعاليات الرياضية والمباريات والبطولات هي الهدف الرئيسي لهذا الشاب أو لهذا المجتمع. أؤكد وأكرر لتحسين جودة الحياة وجعل المجتمع أكثر رضا وأكثر سعادة فيه، معشوقهم الأول اللي هو كرة القدم ذات الشعبية الأولى في العالم. خلينا نتكلم عن المباراة أخي حمدان والحضور الجماهيري. ما دام الحديث قبل قليل كان عن عدد الطلب والتذاكر المتاحة، يعني لأول مرة أو قلما يعني يجتمع عشاق لأكثر من فريق في مباراة واحدة، ليست مباراة منتخب ولكنها مباراة تعتبر من المباريات الودية والتي لها أهداف مستقبلية. حققت الهدف الرئيسي باستقطاب الجماهير بكافة ميولها. بنتكلم عن جماهيرية النصر والهلال على مستوى الحضور الجماهيري في مدينة الرياض وفي ملعب استاد الملك فهد تحديدا، وعلى مستوى الشاشة الرقمية في المملكة العربية السعودية وفي الخليج وفي العالم العربي. وانت ذكرت في التقرير أستاذ خالد أكثر من 160 دولة وأكثر من 32 قناة ناقلة وأكثر من منصات رقمية، وكل العالم يتحدث، والهاشتاجات اللي تطلع بهذا الاسم، اسم المباراة وموسم الرياض وهيئة الترفيه والمملكة العربية السعودية. كل هذه الاستقطابات وكل هذا الوهج الموجود اليوم يجعلنا نتحد ونتفق أنه لا خاسر في مباراة الغد. ستجد الهلالي يصفق لباريس سان جيرمان، ستجد النصراوي يصفق لباريس سان جيرمان، ستجد الهلالي يشجع فريق الهلال والنصر، نجوم الهلال والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو، وأيضا النصراوي يشجع فريق نجوم النصر والهلال بقيادة كريستيانو رونالدو. ولا خاسر في مباراة الغد. الجميل في هذا الموضوع أن الكل ذهب بعيدا عن حسابات الفوز والخسارة، حضر للمباراة بهدف المتعة والاستمتاع والخروج من يعني الرتابة اللي نقول يوميا. مع أنه المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه يعني عملت صراحة شوط كبير. احنا في هذه المناسبة نشكر
رئيس هيئة الترفيه المعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا العمل الكبير الذي يقدم منذ سنوات والآن ولاحقا. حقيقة المملكة العربية السعودية تقدم نفسها من خلال هيئة الترفيه في هذه الكرنفالات بشكل رائع جدا، وهي رسالة للعالم بأن المملكة العربية السعودية عندها القدرة ولديها الرغبة ولديها التطلعات والطموحات في استقطابات بطولات وكرنفالات ومهرجانات قادمة، وإن شاء الله القادم أجمل وأجمل وأفضل للمملكة العربية السعودية. سؤالنا الأخير زميل حمدان، والإجابة أتمنى أنها تكون مختصرة. هذه المباراة يعني تجاوزت الجانب الرياضي وتجاوزت أيضا الجانب الاقتصادي وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، الجانب الاجتماعي، وهذا يتضح من خلال إعلان معالي رئيس هيئة الترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ عن تذكرة فوق الخيال وصل سعرها إلى 10 ملايين ريال يعود ريعها إلى منصة إحسان في بادرة اجتماعية مميزة. مبادرة إنسانية اجتماعية خيرية تحسب الفكرة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. بداية كانت ب2 مليون، ومن ثم بدأ التنافس عليها وبدأت الزيادة عليها في حب عمل فعل الخير لجمعية ومنصة إحسان. أعتقد هذا العمل الإنساني يختصر هذا العمل الرياضي، ولعل الفريقين المشاركين أو كل اللاعبين المشاركين والحضور الجماهيري ومن خلف الشاشات ومن في شبكات التواصل الاجتماعي لن يغفلوا التغريد خلف هاشتاج والكتابة على منصة إحسان لهذا العمل الخيري. شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ، شكرا هيئة الترفيه، شكرا سموي ولي العهد، شكرا لكم أنتم في إذاعة الإخبارية على هذه الإطلالة والتعريج على هذا الحدث، وأن كنت ضيف خفيف عليكم أشكركم. الله يعطيك العافية. الشكر موصول لك زميل حمدان على حضورك معنا في هذه النشرة والتعليق على موضوع مباراة نجوم الهلال والنصر مع نجوم باريس سان جيرمان. شكرا لكم الزملاء الكرام.